وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمال صلى الله عليه. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بك اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإتيان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوق أهل اليقين من سر ذلك الإتيان والتصديق جوام. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد الذي وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في علة الكمال وقام بحق الربوبية في محسن كلمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه ونوره ويستأل بحبه وحبه ويكتب بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتبايعوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أترى الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباقرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال المشهود بالعين صلى الله عليه. حاول وصف الكمال المترك وحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة
فهو القمر التام الذي يتنكر في بروجه يتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار زهور وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بحسن معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها المتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فعنا تهرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير الأشراف مخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أعم العالمين صلى الله عليه. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في خدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها
فضمته أخشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر به آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصولة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة مثل الفراخ بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأدهى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فهنا قرب أوان وضع هذا الهبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور أن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقبل حسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحسره العاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين والحسن مرحبا إذ حبانا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين والحسن مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغ
بلغنا بجاهه بجواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada dua orang, ada tiga salah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan diberikan namanya, dicatat namanya di Lauhul Mahfuz. Yang pertama adalah Fatimah Hanan binti Ali Jamal bin Syahabuddin, dan yang kedua Muhammad Hasan bin Isa Nagib bin Mustafa Al-Habasyi. Yang ketiga Muhammad Muhsin bin Fikri Aliddin As-Sagar. Kita doakan bersama Allah yaj'alhum rijalan wa bintan salihan ta'ian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baran biwalidayhi tabi'an li salafuna salih taqiyan sakhiyan naqiyan على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما اللهم اجعلنا منكم الصلاح من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم انا على حسن تربية في اولادنا وبناتنا وارزقنا برهم ولا تضرهم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا
وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعتطر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأوصنا مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على محمد اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت لها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرق بالقرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سال، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم يا رب تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وأيد حبيبنا محمد رزق بن حسين بن شهاب بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الفجر قبل وإلى حبد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah qiraatul Yasin wa tahlil wa tasbih wa du'a salal nabi liman kana dzikr asmal mazkur min alhamdulillah abnai Abdul Halwi bin Ali bin Alwi bin Syab thumma ila rususun sahibul hal al-Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Syab usuli mafurahim anna Allah yaghfir lahum wa yarham al-darajatin bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Man istama'na hauna bi sabi ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكسه بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا على الأحياء وعليها نموت وعلى بهمته إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة لمن كثر قراءة المرحوم الحمد القيم الحبيب علوي بن علي بن شهاب وبابا فضل بنت أحمد بن شهاب بن شهاب وبابا علوية بنت حسن المدهد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب وهو بابا خديجة بنت علي بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب حسن بن علي بن شهاب والحبيب حسين بن علي بن شهاب وهبابة نور العنقوي وهبابة نعمة بنت أحمد بن شهاب بن شهاب وهبابة سلمة بنت حسين بن شهاب وهبابة رقية بنت أبو بكر الكاب والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب أحمد بن علي بن علي بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب علوي بن علي بن شهاب وهبابة سلمة بنت علي بن شهاب وهبابة علوية بنت علي بن شهاب وهبابة عائشة بنت علي بن شهاب وهبابة شفاء بنت علي بن شهاب وهبابة سيدة بنت علي بن شهاب وهبابة فاطمة بنت علي بن شهاب وهبابة مستورة بنت علي بن شهاب وهبابة خديجة بنت علي بن شهاب والحبيب عبد القادر بن حسن
asal al-azgab wa usulihim wa farim istama'na hahuna bibasabihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuna jannatan birahmatih thumma ila rususan sahibul haul al-Muhammad al-Habib al-Habib Ali bin Ali bin Sham istama'na hahuna bisabihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuna birahmatih walidina walidim khassah wa jami' ammatina wa ammatil muslimin ajma'in amma wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. واسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم من سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم نهدي وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ونهدي هذا بها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأترته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الرحمن بن عيسى وابنه وبيد الله واسمه فرهم والإرشاد العظام سيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي واسمه فرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى أرواح جميع الأبي علوي أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت وهذه الجزيرة وهذه البلاد من الأبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي بن الحداد وأخوه محمد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن سقاف ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن سالم الكاف ثم إلى الحبيب عبد الرحمن محمد النور ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حميد الكاف ثم إلى روح الحبيب حسن بن عبد الرحمن بحسين ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحسين موصول وفروهم ثم إلى أرواح متقدمين هذه التربة صاحب المقام الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن إدروس بن شهاب وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين ثم إلى أرواح لمن اجتمعناها هنا بسببهم المذكورين أسماءهم ولم نذكر منهم أنت أعلم بهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعناها هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم الحبيب السيد علي بن علوي بن شهاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه
اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وإتقا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفجر قبل وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullil wafidina bikulli suli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada sore hari yang mulia ini Allah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan yang mulia di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang mulia dengan keberkahan sahibul haul Al-Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Syahab. Sekedar informasi bahwasannya haul yang kita adakan pada hari ini adalah haul ke-87 daripada Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab, yang mana rangkaian acaranya sudah kita mulai dari pagi tadi dengan berziarah ke makam almarhum di turba Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, kemudian dilanjutkan dengan berziarah kepada salah satu cucu almarhum yaitu As-Syarifah Zubaidah binti Muhammad bin Ali bin Syahab, As-Syarifah Zubaidah binti Abdullah bin Ali bin Syahab, dan kemudian kita lanjutkan acara peningkatan haul dengan pembacaan Yasin Tahlil serta Maulid Zimtudra Al-Habib Ali bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga beberapa tasmiyah yang sudah kita lewati bersama. Kemudian di acara selanjutnya adalah pembacaan manaqib daripada Sahibul Haul yang akan disampaikan oleh salah satu cicit Sahibul Haul yaitu As-Sayyid Husaini bin Muhammad Asadullah bin Alwi Habib bin Ali bin Alwi bin Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manaqib ini merupakan riwayat singkat kakek kami yang mulia
Al-Alim Al-Arif Billah Al-Habib As-Sayyid Ali bin Alwi bin Syihabuddin Ba'alawi, yang merupakan salah seorang tokoh dari ulama sekian banyak tokoh ulama yang menjadi kebanggaan keluarga Alawiyin, khususnya masyarakat Kota Palembang serta kaum muslimin pada umumnya. Nasabnya yang mulia, Habib Ali bin Alwi bin Syihab lahir pada tahun 1281 Hijriah atau 1851 Masehi di Damun, Yaman. Ibu beliau bernama Syarifah Alawiyah binti Hasan Al-Madhij yang berasal dari kota Gresik. Nasab beliau yang mulia adalah Al-Habib Ali ibn Alwi ibn Ali ibn Ahmad ibn Ali ibn Syekh ibn Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Syihabuddin Al-Asghar ibn Abdurrahman Al-Qadi ibn Ahmad Syihabuddin Al-Akbar, dan seterusnya hingga bersambung ke Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri dan anak-anak Habib Ali. Beliau adalah orang yang sangat sayang kepada keluarganya dan keluarganya pun sangat sayang dengan beliau. Habib Ali menikah dengan Syarifah Nikmah binti Ahmad bin Syekh bin Syahab. Anak-anak Habib Ali dari Syarifah Nikmah ialah Syarifah Alawiyah, Syarifah Rashidah, Syarifah Syifa, Sayyid Ahmad, Syarifah Salma, Sayyid Abdullah, Syarifah Aisyah, dan Sayyid Muhammad. Habib Ali menikah dengan Syarifah Salma binti Husain bin Syahab. Anak-anak Habib Ali ialah Syarifah Fatmah. Habib Ali menikah dengan Syarifah Nur Al-Anggawi. Beliau tidak dikaruniai oleh seorang anak. Habib Ali menikah dengan Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kab. Anak-anak Habib Ali dari Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kab ialah Syarifah Masturah, Sayyid Alwi, Sayyid Hasan dan Husain, dan Syarifah Khadijah. Pendidikan dan dakwah perdagangan beliau. Habib Ali bin Alwi bin Syihab dibesarkan di lingkungan para wali di Hadramaut. Sejak kecil beliau dididik disiplin oleh ayahnya sendiri, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali bin Syihab. Selama di tanah kelahirannya ini, beliau juga banyak menuntut ilmu dari para ulama besar, di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, penulis kitab Iqdul Yawaqidul Jauhariyah, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maudid Simtud Durar, dan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Setelah pendidikan di Hadramaut terasa cukup, Habib Ali bersama saudaranya Al-Habib Hasan berniat berdakwah ke Asia, sekaligus mengunjungi ayahnya di kota Palembang. Namun sesampainya di Singapura, Habib Hasan melanjutkan perjalanannya ke kota Gresik dan langsung pulang ke Yaman. Sedangkan Habib Ali masih menetap di Singapura, bahkan beliau sempat berdagang dan mempunyai beberapa toko. Selama di Singapura, Al-Habib Ali berguru dengan Asy-Syaikh Umar Al-Khatib. Rumah beliau difungsikan sebagai majlis taklim. Selain untuk mendidik anak-anaknya, beliau juga mendidik beberapa murid yang belakangan menjadi ulama terkenal di kota Palembang, seperti Nung Ci Agil dan Muallim Umar. Tidak hanya mengajar, Habib Ali pun begitu mengasihi murid-muridnya dan selalu memberikan uang kepada murid-muridnya selesai belajar. Al-Habib Ali mengajar setiap sore di rumah Al-Habib Muhammad bin Alwi atau yang kita kenal sebagai Habib Amu. Yang pernah hadir di dalam majlis ini diantaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kab atau Amiullah Imam, dan Al-Habib Husain bin Ali bin Syihab. Dan pada malam hari diadakan juga majlis di rumah abahnya, yaitu Al-Habib Alwi bin Syihab atau Rumah Batu. Selain itu juga beliau juga mengajar di pesantren Tahtal Yaman di Jambi dan Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir. Mencintai Al-Quran. Habib Ali sangat mencintai Al-Quran. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kepada wali-walinya. Setelah menghatamkan Al-Quran pada dini hari, beliau salat sunnah 2 rakaat. Habib Ali memiliki Quran yang merupakan hasil tulisan dari tangan beliau sendiri. Mengetahui tingkatan seorang wali Allah. Dalam majelisnya, beliau didatangi seorang pemuda berpakaian rapi, mengenakan jas dan celana panjang, bergaya seperti Belanda, dengan rambut diminyaki dan tersisir rapi. Penampilan pemuda tersebut justru membuat orang tidak begitu kagum, karena tidak pas
untuk dipakai di majelis taklim. Namun lain halnya dengan Al-Habib Ali. Beliau menyambut tamunya dengan hangat, memeluk dan mencium tangannya meskipun umurnya masih sangat muda. Setelah pemuda tersebut pulang, Habib Ali berkata kepada yang hadir, "Apakah kalian mengetahui siapa pemuda yang tadi?" Beliau adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Beliau adalah seorang wali Allah yang mendapatkan abdal dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan, Al-Habib Salim bin Jindan sengaja berpakaian seperti itu dengan maksud mengajak para pemuda agar turut menghadiri majelis Habib Ali. Senang memuliakan tamu, dikarenakan kegemarannya memuliakan tamu, beliau mendirikan rumah yang terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dikhususkan untuk menampung tamu, lengkap dengan kamar tidur serta kamar mandinya, sedangkan lantai atas menjadi kediaman Al-Habib Ali dan keluarganya. Kegemaran Al-Habib Ali memuliakan tamu ini bukan hanya dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur sekalipun beliau masih menerima tamunya. Hingga tak heran jika istrinya Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf pada hari-hari pertamanya berkeluarga dengan Al-Habib Ali agak kebingungan dan mengira Al-Habib Ali sedang sakit. Dalam keadaan tidur, Habib Ali berdialog dalam bahasa Arab layaknya sedang menerima tamu dalam keadaan bangun. Ia menyebut nama para wali Allah yang telah wafat yang menemuinya pada waktu tidur. Gemar membantu orang, mencarikan jodoh dan bersahaja pada kaum yang lemah. Al-Habib Ali adalah orang yang suka membantu orang yang belum ada jodohnya. Beliau carikan jodohnya, bahkan sampai beliau nikahkan. Pada suatu waktu, Habib Ali melihat tukang membawa barang di pasar, kuli panggul yang terjatuh wadah barangnya. Seketika itu juga Habib Ali membantu mengangkat wadah barangnya yang terjatuh tersebut, tanpa khawatir kotor pakaian beliau dan sakit karena berat. Ahli pengobatan nabawi dan penulis risalah. Dalam kesehariannya, Al-Habib Ali terkenal ahli dalam tibbun nabawi. Dari pembuatan wafak hingga obat-obatan tradisional yang terkenal mujarrab pun beliau kuasai. Beliau mengarang kitab tentang obat-obatan dalam tulisan Arab Melayu yang berjudul Penggirang Hati, yang beliau sadur dari kitab-kitab yang sahih dan ditulis dengan tulisan Arab Melayu. Beliau juga mengarang beberapa risalah dan mencetaknya, di antaranya adalah Fathul Mubin Al-Ghirah Al-Alawiyah Al-Ukhuwah Al-Hadramiyah. Yang kedua, Tanbihul Anam Anil Jawiyah Al-Ghirah Al-Syahabiyah Al-Sirah Al-Hashimiyah. Dan banyak lagi yang lainnya. Habib Ali juga adalah orang yang suka menyalakan ghirah dan semangat Islam. Saat menjelang wafatnya, suatu sore pada akhir bulan Sya'ban, di mana orang sibuk menyambut bulan Ramadan, Al-Habib Ali sedang istirahat di depan teras rumah. Ada 2 ekor burung berwarna putih mendekat, kemudian beliau beri minyak wangi burung tersebut lalu diterbangkannya. Namun burung tersebut pun tak mau terbang. Beliau paham akan maksud kejadian ini. Burung tersebut adalah malaikat Israel. Lalu Habib Ali pun bertanya kepada burung tersebut, apakah sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lama kemudian beliau berkata kepada istrinya Syarifah Ruqayyah binti Abu Bakar Al-Kaf, "Ya Ipah, sudah ada izin." Lalu Al-Habib Ali pun mencelupkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian berbaring sambil berdoa, dan beliau pun pergi menghadap Ar-Rafiqil A'la bertepatan pada tanggal 1 Ramadan 1354 Hijriah atau 27 November 1935 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan manaqib ini sebagai peringat seorang pecinta untuk orang-orang yang dicintainya dalam rangka mengenangkan bersama orang yang dicintai. Semoga kita pun jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmatnya pula kita memohon agar dijadikan kenangan kita ini sebagai pelapang dari segala kesulitan dan penentram serta pengaman dari segala ketakutan serta menyampaikan segala apa yang kita cita-citakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita seperti Dia telah meridhoi para leluhur kita yang telah mendahului kita dan memelihara kita dengan sebagus-bagusnya pemeliharaan, sehingga kita tidak berbelok dari jalan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan berada di sisi Al-Habib Al-A'zam sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jazakumullah khairal jazak kepada Sayyid Husaini bin Muhammad Asadullah bin Alwi bin Ali bin Syahab. Semoga apa yang beliau sampaikan daripada manaqib Al-Habib Ali bin Ali bin Syahab menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah mau'izatul hasanah yang pada kesempatan yang mulia ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Akthirus salah ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babir rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para habaib, orang tua kita yang hadir di tempat ini, guru-guru kita yang hadir di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita dan kehadiran mereka semua di tempat ini, dalam suasana kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berkahi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika keluar kemudian mendapatkan para sahabat-sahabatnya lagi duduk berkumpul. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halagatil min ashabih. Ketika pada saat berkumpul dengan para sahabat-sahabat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ajlasukum?" Apa yang membuat kalian duduk berkumpul ini? Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadanahu lil Islam wa manna bihi alaina. Mereka kemudian menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk berkumpul berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah, dan kami memuji Allah, bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan kepada kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah ma ajlasukum ila dzak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apakah kalian duduk ini tujuannya untuk itu? Sahabat terdiam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, amma inni lam astakhlifkum tuhmatalakum walakinnahu ja'ani Jibril fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meragukan kalian, akan tetapi telah datang kepadaku malaikat Jibril dan mengabarkan kepadaku sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah, kita duduk di sini bukan hanya kita berzikir kepada Allah, bukan hanya kita bersyukur atas nikmat Islam, tapi kita duduk di sini membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat, menyebut
orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti begitu banyak nikmat dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Allah membanggakan kita pada saat ini di sisi para malaikatnya. Dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, kan disebut nama kita di sisi malaikat. Malaikat yang pada hakikatnya mereka beribadah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah membanggakan kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW ketika berzikir, duduk, berkumpul, kemudian bersyukur atas nikmat Islam. Dua hal tersebut sudah membuat kita mulia di sisi malaikat. Apalagi yang lainnya. Akan tetapi ma'syarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini ya kita mungkin dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, tapi entah ketika kita keluar dari majelis ini, apakah masih tetap kita dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya? Ini yang perlu kita pertahankan adalah situasi keadaan yang mana kalau kita berjalan, duduk, berkumpul dibanggakan Allah. Karena habis dari sini kita mungkin tidak tahu. Kita mungkin pada saat ini kita senang sekali, nikmat. Kadang-kadang ketika duduk kita di majlis atau di majlis haul seperti ini, mungkin kita lupa dengan dunianya kita. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang keluar dari majlis, balik lagi kita mungkin ke dunianya kita, bahkan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah min dzalik sampai kita melakukan maksiat. Hal-hal yang seperti ini juga dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialami oleh orang-orang soleh terdahulu ketika mereka duduk di tempat majelis-majelis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tenang jiwanya. Tapi ketika keluar dari situ, mulai lagi keadaan kita berubah lagi, suasana hati kita. Makanya perlunya kita senantiasa mengingat peringatan-peringatan seperti ini mestinya setiap saat kita mengingatkan diri kita, bukan hanya pada saat di acara ini, baik. Pada setiap saat mungkin kita, apalagi di Palembang ini tidak kurang peringatan bagi kita. Berapa banyak mungkin kita lewat di depan rumah ini kita tidak ingat dengan Al-Habib Ali. Amalan-amalan mereka berapa banyak kita lewat sini, Wahagawigi di sini, tidak ingat dengan Al-Habib Ali. Padahal kadang-kadang ingat rumahnya, Bay. Ini rumah Habib Ali, tidak ingat mungkin yang managib yang dibacakan tadi. Apa yang dilakukan oleh Habib Ali semasa hidupnya. Bagaimana sejarah mereka. Ketika kita ingat di sini ada juga rumah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab Sahibut Turbah. Kita lewat, kita jingok, tapi kita tidak ingat dengan beliau. Banyak lagi yang lainnya. Makanya di Tarim sana senantiasa mereka mengingat bahkan debunya. Al-Habib Muhammad bin Syahab beliau menyatakan di Tarim ini debunya, jalan-jalannya dikatakan dipenuhi dengan bekas-bekas orang soleh. Mereka ingat ketika melihat debunya. Di sini pernah jalan Fulan bin Fulan, di sini pernah duduk Fulan bin Fulan. Mereka langsung terbayang amalan-amalannya. Dan kita apa dia yang kita ingat? Padahal banyak kita ingat-an di sekitar kita. Peringatan-peringatan, tapi kita pada saat haul ini kadang-kadang kita ingat. Makanya perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan? Surat Yasin sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu, kami menghidupkan yang mati. Kita akan meninggal galau, akan dihidupkan, dibangkitkan. Dan kami tulis ma qaddamu, apa yang mereka telah perbuat. Kita apa yang telah kita kedepankan. Al-Habib Ali tadi luar biasa banyak. Magadam Al-Habib Ali luar biasa. Al-Qur'annya, ilmunya, muridnya, ibadahnya, kitab yang beliau tinggalkan. Wa atharuhum itu diantaranya kitab-kitab beliau, murid-murid beliau.
Yang beliau kedepankan amal beliau semasa hidup. Begitu apa? Maka damna, tanya pada diri kita apa yang kita lakukan. Kita mungkin hayal codean dengan wong. Si anu amalannya me ini, si anu amalnya me ini. Bahkan kadang-kadang kita merasa lebih baik daripada wong itu. Kita ini tidak selamonyo duduk dengan wong itu tidak 24 jam, tidak katik kita ini. Yang 24 jam itu cuma diri kita dewek. Kenapa kita nak codean dengan wong? Si anu itu pacak kita nilai. Ibadah kita yang mungkin sedikit tidak bagus pula. Mereka yang banyak merasa tidak kati amal. Sayyidina Imam Turmuzi radhiyallahu ta'ala anhu arda semasa satunya beliau menangis. Menangis segan-segan beliau menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, beliau menyatakan cukup dah amal aku ini ketika aku berhadapan dengan Allah kaget. Amalannya apa dia yang kurang beliau? Al-Qur'annya, hadisnya, ilmunya, amalnya, muridnya. Apa yang kurang? Kita yang mestinya kita menangis. Apa yang telah kita lakukan? Kalau kita hayal codean dengan wong, akan menumbuhkan kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Janu tak kata apa-apanya. Janu sedikit amalnya. Kita, makanya yang kita ini baca nilai kecuali diri kita dewek. Makanya di awal-awal bulan Rajab itu sudah diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungan makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, terkandung di dalamnya. Kita ini harus pengoreksian diri, bukan hanya kita minta. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Yang namakan barokah adalah ziyadatul khair, bertambah baik. Koreksi diri kita, bertambah baik tak kita? Berarti di situ di Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, koreksi, ayo koreksi diri kamu. Nilai diri kamu. Biar tambah baik. Kita kalau tahu tambah baik atau tidak kan kita dewek yang ngoreksi. Dari mungkin tanggal 1 Rejab nilai kita 0, tanggal 2 itu sudah ada mesti ada nilai. Tambah. Sampai bulan Ramadan. Ibaratnya kalau HP kita cas dari bulan Rejab itu full kita pada saat belum Ramadan sudah penuh baterai kita. Itu kalau kita ngecas. Makanya koreksi. Jangan HP kita pada saat ngecas kita jingok terus masuk beda ini. Masuk beda. Kaget kalau nyocok beda masuk. No, ternyata tidak, kabelnya loh longgar, tidak masuk. Itu koreksi setiap saat kita ini. Baru sebelum Ramadan sudah bagus. Full gitu, semangat ibadah. Lain kalau HP itu penuh. Kalau kurang, HP-nya habis. Baterainya tidak fungsi lagi. HP-nya. Itulah kita. Habis umur kita meninggal. Makanya teknologi sekarang sebenarnya peringatan bagi kita. Kalau zaman dahulu hal-hal yang biasa, mereka selalu mengingat akhirat. Para salaf kita di antara di dalam kitab Ihya disebutkan di antara sunnah adalah ke sauna, mandi uap. Sauna dulu sudah ada, tapi sauna zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman dulu sauna itu bawahnya api ya, panasnya memang berkeringat. Panas, betangas kalau gitu nih. Kalau ini lagi tidak betangas lagi pengantin, enggak sauna sana ada. Zaman dulu sudah ada, tapi mereka ketika pada saat masuk ke sauna ingatnya apa? Ingatnya neraka. Sauna ingat ya? Neraka. Ya Allah berlindung dari api neraka. Apa kami inilah. Jadi mereka sambil melaksanakan membersihkan diri mereka, tapi mereka berpikir untuk akhirat. Begitulah yang harus kita lakukan di dunia ini. Jengok keadaan dunia, ingatkan akhirat. Apa baik? Begitu tadi HP itu, ya Allah HP ini. Orang dulu itu. Apapun yang ada. Melihara burung, burung pacak ngomong, pacak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mati dia tidak nyebut la ilaha illallah, nangis kiai yang punya burung ini tadi. Nangis, ya Allah. Ngapo kata burung? Nangis. Mati burungnya. Kami beli ke berapa ikut banyak? Bukan itu dikatakan. Bukan masalah burungnya bukan. Tapi aku renungkan ini. Ini burung setiap saat mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika waktu dia nazak tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tekem goceng berdengek, wah mati. Aku takut itu katanya. Jika bagaimana mereka selalu menghubungkan terhadap akhirat.
Ya kita jengok keadaan ini. Hubungkan dengan diri kita juga. Jangan jengok misalnya HP. Jangan jengok itu baik. Renungkan, hubungkan terhadap akhirat. Sekarang ini apa lagi main ada kartu kalau ini kartu. Jengok di tol itu duit tak laku. Dulu anak duduk sering dengan almarhum guru kita Al Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, sering duduk, banyak yang hadir di sini sering duduk dengan beliau. Di antaranya beliau tuh ngomong, dulu anak mikir tuh siapa dia lah maksud Ustaz Umar ini. Beliau cerita dulu apa? Kaget, nah kamu ngalami duit tak laku. Beliau ngomong ke mereka, kemudian beliau cerita kan anak ngalami duit tak laku. Dulu waktu itu anak pernah katanya, ingat anak cerita ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, anak duit, anak ada banyak duit, tapi nak makan tak baca, nak tidur sahaja itu tidur. Nyampe nya udah halu, dulu zaman dulu, dalu, jadi tak katik lagi wong jualan, kebut lapar. Itu anak ngalami kata Ustaz Umar, duit tak laku, duit banyak. Beliau cuma ceritakan itu, tapi kan kita tahu hikmah di baliknya, pasti ada hikmah yang beliau sampaikan. Kaget ngalami duit tak laku, mana jangan baca duit tak laku, mikir kan. Sekarang kalau nengok masuk tol, nah ini ingat Ustaz Umar kan ada. Nah, tak laku duit. Tempek ke lah di situ kamu duit 100.000. Tidak terbuka. Lawang tol, tidak kalah. Tempek ke 100.000 duit. Tidak kalah. Tidak laku duit. Harus apa? Beli kartu. Dah kata kartu kita. Akan beli dulu. Ada kartu, dah kata isinya. Suruh ngisi. Itulah kita keadaan kita di akhirat kaget itu. Ada kartu tak kata isi, tidak berlaku. Apa kartu yang kita sudah dapatkan? Kartu yang kita dapatkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Punya kartu, tapi kalau tak kata isinya, tak baca juga kita lewat. Apa isinya? Amal ibadah. Makanya kalau kita nak duit, kita nak laku sampai akhirat kaget, isi kartu kita. Sedekah, ini yang nyumbang hall ini, itu ngisi kartunya. Ngisi kartunya biar kartunya kaget laku di hari kiamat. Lewat sirat itu baca mana ininya amalnya. Ngawak kartu mana kena? Apalagi cuma ngawak kartu nasab. Kartu nasab ada dua. Alhamdulillah kalau habaib ini ada dua kartunya. Kartu syahadat Islam, ada kartu nasab. Tapi tak boleh ngandal ke nasab baik. Kata Nabi SAW ketika wong bawa amal, jangan kamu bawa nasab baik. Amal, isi kartu kamu itu dengan amal. Isi dengan sedekah, jeng Al Habib Ali. Luar biasa isiannya. Yang di depan kan Al Habib Ali, Al-Qur'annya, aduh isinya, sedekahnya, membantu wong, menolong wong. Kesempatan untuk ngisi, baca ngisi. Sampai-sampai seperti tadi, managib jengok, nolong wong. Ngawak ke barang, tak takut kotor. Kenapa? Ini kesempatan untuk ngisi. Amal, ini yang untuk didepankan. Kemudian wa atharuhum. Nah, ini atharuhum bekas. Ini juga yang perlu kita perhatikan, bekas yang kita tinggalkan. Ini kadang-kadang mungkin apa yang kita kedepankan tidak sebanyak apa bekas yang kita tinggalkan. Itu para salaf kita, mereka banyak sudah. Sekian mengkhatamkan Al-Qur'an, sekian banyak. Bahkan mereka itu menyatakan beramal untuk anak cucu ya. Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, beliau beramal banyak, anaknya ngomong apa? Bah, jangan banyak amal gino bah. Apa kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib? Aku beramal untuk kau juga. Itu para salaf kita itu. Tapi jangan kita ngandalkan itu. Ah, tenang bae, Habib mana banyak amal. Beramal dewe, bejo dewe, banyakkan amal. Mereka zaman dahulu sudah banyak amal, bekas mereka tinggalkanlah banyak pula. Ngalir itu, yang sedekah, infak, ilmu, itu ngalir bekas yang mereka tinggalkan. Nah, kita tanya pada diri kita apa yang kita niatkan. Kayak Ramadan pagak lah ini. Sekarang apa yang kita niatkan? Al-Quran kita bagaimana? Para salaf kita, mereka ada yang 8 kali mengkhatamkan Al-Quran, ada yang 4 kali mengkhatamkan Al-Quran tiap hari, bukan seumur hidup. Tiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Ada dikatakan Imam Nawawi, banyak di antara mereka khatam Al-Quran bainal maghrib wal isya. Kita bainal maghrib isya di mana? Khatamkan Yasin sudah luar biasa bagusnya kita. Ini kita kembalikan pada diri kita lagi. Sedikit amal kita ini. Tapi perlu kita niat. Perlu kita niat. Allah memberikan kepada para salaf, kita mampu juga untuk kita. Tapi buka diri kita. Koreksi diri kita.
perbaiki diri kita, mulailah kita dengan niat. Makanya dikatakan pada saat para salaf kita selalu bertanya pada guru-gurunya, bagaimana kita nak memantapkan keadaan kita ini ketika pada saat di majelis seperti ini kita tenang, jiwa kita kepengen akhirat, tapi kata keluar dari sini kadang-kadang kita lupa. Mek mana caranya biar mantap kita? Apa mereka katakan? Pasang niat baik. Pasang niat baik, walaupun beberapa sunnah yang kita niatkan untuk keluar dari tempat ini itu akan mengikat kita. Mungkin kita pasang niat baik, balik ini aku akan ngamalkan sunnah, mengucapkan salam dengan wong rumah kita. Itu sudah bagus, luar biasa mengucapkan salam. Sunnah, kita kadang-kadang itu di rumah wong ucap salam, lengkap pula salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di rumah kita dah hanya baik. Lambat dikit wong rumah mukai, maga pula. Balik ku malam lama nian mukai. Tahu wong repot ini. Itu gitu. Tidak mengucapkan padahal yang mesti berhak untuk mendapatkan doa dalam salam itu wong rumah kita. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas ibn Malik. Kalau kau balik ke rumah kau, ucapkan salam kepada keluarga kau, maka engkau dan keluargamu akan diberkahi. Niatkan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita. Tidaklah masuk bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat yang sempurna, keimanan yang sempurna, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbaik sebagaimana Allah berikan kepada salaf kita, dan mudah-mudahan anak yang telah ditasmiah tadi didoakan mudah-mudahan menjadi anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan keberkatan kepada anak cucu kita agar senantiasa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa disampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada guru kita Al-Hayy Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah, yang mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya adalah talqinul dzikir dan doa penutup yang pada hari ini kami mintakan kepada Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarafa wa karama wa majda wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal amin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrugana min ba'dihi tabarrugan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana wa hawalaina syaqiyan matrudan wa mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muhaimin ya salam, sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya gawi ya matin ikfi syarrab zalimin wa lam yasifun
Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.